هقول لك على 4 علامات مذهلة تعرفك الحمام ده هيبيض امتى، عشان تقدر تجهز العش بتاعك بسرعة والحمام بتاعك ما يبيضش على الأرض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مساء الجمال على كل حبايبنا في كل مكان. متى يبيض الحمام؟ بعد التلقيح أو بعد التخصيب. والحمام ده بيبيض إمتى؟ بعد ما بشوف الذكر بيخصب على النتاية. هقول لك 4 علامات مذهلة بفضل الله. أول ما تشوف العلامات دي عندك في المكان تعرف إن النتاية فضل الله أيام معدودة، وإن هي تحصي بفضل الله تعالى. تقدر كمان تحدد اليوم عشان تجهز العش للحمام ده. لازم تكون مربي ذكي، فبقول لك كل المعلومات عشان تكون محترف في تربية الحمام. اتمنى يا شباب منكم عشان اوصلكم كل جديد دعمونا باشتراك ولايك للقناة عشان نرفع الفيديوهات بتاعتنا ونقول لك على كل حاجة اول باول. طيب، اول حاجة يا جماعة عشان اعرف ان الحمام بيبيض كمان هقول لك حاجة مهمة. يعني الحمام لو بتلاقي عندك حمام واقف في العش دايما وما بيحصيش، بتلاقي النتاية دايما واقفة في المكان ومفيش انتاج، يعني بتقف اسبوع واثنين وثلاثه والنتايه ديت ما بتبيضش. هقول لك برضو تعالج النتايه دي ازاي، وعلاجها سهل جدا بفضل الله تعالى. طيب خلينا بس في العلامات الاول. هقول لك اول علامه يا جماعه، بتلاقي ان الذكر واقف في العش وبيخن للنتايه، بيقول النتايه دي يعني العش بتاعنا ودي المسكن بتاعنا ودي المكان اللي هننجب فيه الزغاليل. فكل ذكر بتلاقيه هنا بيدور على عين مناسبة وبيت مناسب. فعشان كده بقول لك ان انت تجهز لكل جوز حمام عينين او 3 عيون، لان في حمام بيحب يسيطر على المكان فعاوز عين واثنين وثلاثة عشان ما تلاقيش الحمام بيبيض على الارض. فهنا بتلاقي الذكر، اول علامة بتلاقي الذكر واقف في العش وبيخن للنتاية عشان يناديها للتزاوج. طيب دي اول علامة. العلامة التانية يا جماعة، بتلاقي ان الحمام ده بيخصب كتير في مراحل التزاوج او في مراحل وضع الحصى. الذكر في الطبيعي لما بيكون معاه زغاليل بيخصب مرة 2 في اليوم مفيش مشاكل، ولكن اثناء النتاية لما بتحصي بتلاقي الذكر بيخصب من 8 ل 12 مرة في اليوم. يعني بمعدل كل ساعة بيخصب الذكر على النتاية مرة. وهنا برضو عايز انصحك نصيحة، لو انت بتربي حمام محبوس حاول ما يكونش عندك عدد كتير في المكان، يعني كل متر مربع في جوزين حمام بالكتير. لو بتربي حمام سايب فهو بيخصب حلو في الحرية عشان ما تلاقيش فيه بيض مروق وبيض معمر. فاثناء التزاوج يا جماعة بتلاقي ان الذكر بيخصب كتير على النتاية، تعرف ان هنا برضو اقترب ميعاد الحصى. طيب العلامة التالتة يا جماعة، وهنا برضو خلينا برضو اقول لك اوضح لك نقطة عشان الحمام. الناس بتقول ان الحمام بيضرب بعض، الذكر والنتاية بيضربوا بعض. لا يا جماعة، بتلاقي ان الذكر بيجري ورا النتاية ومش سايبها في حالها اثناء وضع البيض. بتلاقي الذكر منين النتاية ما بتروح بيجري وراها، وتلاقيه بيضربها في دماغها دايما وبتلاقيه ماشي وراها دايما. فهنا تعرف ان الذكر عاوز النتاية تروح العش عشان ان هي تحصي وتعرف. وابشر بالخير تلاقي ان اللي خلاص فاضل يوم او 2 لما بتلاقي ان الذكر بيضرب النتاية كتير كده، فبتلاقي فاضل يوم 2 3 بالكتير وتعرف ان النتاية دي هتحصي. هو ما بيضربهاش، هو بيقول لها ادخلي العش عشان تحصي. وسبحان الله دي طبيعة وبتبقى لغة ما بين الحمام وبعضه. طيب دي العلامة الثالثة. العلامة الرابعة يا جماعة، يعني تعرف ان الحمام فاضل له يومين بس ان هو يبيض. بتلاقي ان النتاية بتيجي عند اخر الديل او اخر جسم النتاية قبل الديل كده، بتلاقي اخر جسم النتاية بتلاقي فيه قصعة في الديل. بتلاقي ان الحمامة ميلة، الديل بتاعها مايل كده، يعني مش مستوي او مرفوع لفوق، لا بتلاقيه نازل للارض. تعرف ان النتاية خلاص عبت الحصى وهتبقى يوم او 2 وان هي هتبيض. وبتلاقي النتاية جناحها نازل كده وبتلاقي النتاية مش حيوية. فبنصحك هنا برضو بلاش تمسك النتاية في الوقت ده عشان البيضة ما نقلبش فيها. وبرضو تعرف النتاية فاضل لها يوم او 2 وان هي تحصي. طيب في علامة برضو اخيرة مذهلة، وهقول لك طبعا على ان انت تعرف النتايه واقفه في الطاجن ليه كتير وما بتبيضش، فما تستعجلش من الفيديو، تخرج بسرعه. بتلاقي ان العظميتين يا جماعه بتوع النتايه بتلاقيهم واسعين
وبتلاقي ان المكان ده متري، بتلاقيه المكان ده زي مش عايز اقول لك كده البالونه، يعني بتلاقيه منفوخ كده، وبتلاقيه يعني لين جدا. المكان اللي هو بين العظميتين، لو انت عايز تشوف النتاية عليها حصى ولا لا، او قربت تحص ولا لا، بين العظميتين كده هتحط صبعك بالراحه هتلاقي ان المكان ده العظمتين دول مفتوحين، وتلاقي ان المكان ده طري جدا، تلاقيه لين جدا. ودي برضه علامه تعرفك ان الحمام خلاص فاضل له قليل وان هي تبدا ان هي تبيض. طيب سيبنا بقى من كل اللي فات ده، كده انت عرفت ميعاد فك الحمام هيبيض امتى، وفاضل له كام يوم وان هو هيبيض عشان تجهز العش وان انت الحمام تستقبل البيض ان شاء الله تعالى. الحاجه اللي اهم من كل ده يا جماعه، ان في حمام بتلاقي عندك حمام واقف في العش وما بيبيضش، تلاقيه واقف اسبوع 2 3 والحمام ده ما بيبيضش. طيب ايه السبب؟ هقول لك اختبار ان انت تعمله مع الحمام ده، تختبر الحمام بتاعك ده عشان تعرف ان الحمام ده ايه السبب ان هو ما بيبيضش. اول حاجه، لو لقيت حمام واقف اسبوع واثنين وثلاثه ومفيش انتاج، فهتجيب بيضه، اي بيضه عندك في مكان، بيضه بقى بلاستيك، بيض حمام فاضي او بيض حمام مليانه، وتختبرها وبعد كده ترجع البيضه تاني. لو ما لقيتش خالص ممكن تجيب بيض دواجن وتحطه في العش اللي بتقف فيه الحمامه دي. لو لقيت ان الحمامه دي حضنت البيضه او رقدت على البيضه، فبتلاقي تعرف ان النتايه ديت على طول عقيمه، تعرف النتايه ديت انت بقى اكلتها غله كتير، اكلتها علف كتير، انت شاريها اصلا وهي عقيمه، فتعرف النتايه دي عقيمه ما بتبيضش لو حضنت البيضه. وهنا اللي انا هستفيده من الحمام ده ان انا اشغله تحضيم بس. لو عندي جوز حمام غالي احط البيض بتاعه تحت، هم هيفرخوه وهياكلوه تمام زي الفل، ولكن هي مش هتبيض وممكن تصرف عليها كتير كمان وما تبيضش. طيب لو انا حطيت البيضه والحمام ده ساب العش ومشى هجر العش، تعرف ان النتايه ديت سليمه وزي الفل، ولكن انت اللي عندك مشكله في الاهتمام بالحمام عندك. لو حطيت البيضه والنتايه سابت العش ومشت، تعرف ان النتايه ديت سليمه وزي الفل، ولكن النتايه ديت ناقص كالسيوم في جسمها، مش فيتامينات بقى ولا اكل ولا تغذيه، لا كالسيوم، ناقصها كالسيوم في جسمها. والكالسيوم ده في منه نوعين، في منه كالسيوم طبيعي وفي منه كالسيوم بشري. الكالسيوم الطبيعي ان انت لازم تدي للنتايه ديت على طول تحديق، تحط الحمام كله عندك تحديق. لو لقيت العلامه ديت ان الحمام اللي هو شغال ممكن يقف برضه ويعمل نفس المشكله، فلازم تدي الحمام ده عندك كله تحديق، لان ده بيبقى ناقص تحديق وناقص كالسيوم في جسم النوتي، فلازم تدي الحمام ده كله تحديق. الكالسيوم البشري زي ما قلنا هتديها 5 ايام ديكال او بديكال، 5 ايام يا جماعه، قد 5 ايام كل يوم سنتي النتايه دي ببقها. اختار النتايه دي بالذات وديها ببقها عشان تضمن انها تاخد الجرعه الكامله. بالذات بتجيب سرنجه وبتبدا ان انت تدي النتايه دي كل يوم سنتي ببقها لمده 5 ايام، وبعد كده تديها كل اسبوع يوم، كل اسبوع يوم سنتي ببقها، وتدي الحمام كله عندك 5 سنتي. لو هتدي حمام جماعي 5 سنتي لكل لتر ميه. اتمنى الشباب اكون لميت لكم المعلومه ووصلت لكم المعلومه بشكل مناسب، وكل الناس كلها استفيدت. اشوفكم على خير، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.